كتتجه الانظار ديال العشاق المستديره في القاره السمراء نهار الاربعاء باذن الله لجامعه محمد السادس في مدينه الرباط اللي غادي تكون مسرح لحفل جوائز الاتحاد الافريقي ديال هذا الموسم. هذا الحدث الكبير واللي كلشي كيتسناه فارغ الصبر، وعلاش لا الامل ديال المغاربه كبير في تحقيق الكره الذهبيه الخامسه بعد 28 سنه من الانتظار، بحيث اخر لاعب مغربي توج بالكره الذهبيه الافريقيه كان مصطفى حجي سنه 1998، وقبل منه كان بدر الزكي في 86 ومحمد التيمومي في 85 واحمد فارس الله يرحمه في 1975. اشرف حكيمي كيتعتبر من ابرز المرشحين هذا الموسم، هذا الموسم الكبير ديالو مع باريس سان جيرمان، بحيث توج معاهم الشامبيونز ليغ والدوري والكاس وكاس سوبر. لعب 55 مقابله، سجل 11 هدف 16 اسيست. هذه الارقام نادرا فاش كيحققها شي مدافع في العالم في موسم واحد. غادي نهضر لكم دابا على القائمه النهائيه ديال جميع المرشحين في العرس الافريقي، وغادي نبداو بجائزه افضل لاعب شاب اللي فيها عبد الله وزان نجم المنتخب المغربي الاقل من 17 سنه واياكس امستردام، وعثمان معمه المتوج بكاس العالم الاقل من 20 سنه مع المنتخب المغربي، والجنوب الافريقي تايرون سميث نجم كوينز بارك رينجرز. وبالنسبه لجائزه افضل لاعب افريقي داخل القاره السمراء فيها محمد الشيبي لاعب بيراميدز والمنتخب المغربي، اسامه المنيوي نجم نهضه بركان، وفيستون مايلي نجم كونغو الديمقراطيه ونادي بيراميدز. وجائزه افضل حارس فيها ياسين بونو ومنير المحمدي الى جانب الجنوب الافريقي روني ويليامز نجم سانداوز. وفيما يخص جائزه افضل مدرب غادي ينافس عليها وليد الركراكي الى جانب بطل العالم محمد وهبي مع منتخب الشباب، وابو بيسطا مدرب الراس الاخضر. جائزه افضل منتخب كتشاهد كذلك المنتخب المغربي الاقل من 20 سنه الى جانب منتخب الكبار الى جانب منتخب الراس الاخضر. جائزه افضل نادي فيها نادي بيراميدز المصري الى جانب نهضه بركان وماميلودي سانداوز الجنوب الافريقي. وفيما يخص جوائز كره قدم النسويه غادي نبداو بالمرشحات لجائزه افضل لاعبه شابه اللي فيها شاكيرات ابيدي من نيجيريا الى جانب السنغاليه ادجي مديي الى جانب المغربيه ضحى المداني نجمه الجيش الملكي. وجائزه افضل لاعبه فيها غزلان الشباك نجمه الهلال السعودي والمنتخب المغربي الى جانب سناء مسعودي نجمه فريق الجيش الملكي، ولاعبه باريس سان جيرمان النيجيريه رشيدات اجيبادي. وغادي نختموا بالجائزه الكبيره ديال هذه الليله اللي هي جائزه الكره الذهبيه لافضل لاعب افريقي لهذا الموسم اللي فيها اشرف حكيمي نجم المنتخب المغربي وفريق باريس سان جيرمان الى جانب المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الى جانب النيجيري فيكتور اوسيمين نجم فريق غالاتاساراي التركي. وفي الاخير كنتمنوا التوفيق لجميع المرشحين. ما تنساوش تخلوا لنا شي لايك وتعليق زوين، ونشوفكم في حلقه جايه ان شاء الله، والسلام عليكم.